غلط وبرجع أفتح مرة ثانية. لو عنده اسم كان تتكلم مجال، سواء في القرآن، سواء في قراءة كتب، سواء في قراءة الأوراد، قراءة الأذكار، الاستمرار في مجال أنت تحبه، تصوير، مونتاج، هواية. أصل في هذه توها غلط وبرجع أفتح مرة ثانية. لو عنده اسم كان تكلمت. اليوم المود شاهي عادي. طبعا السكر على حسب الرغبة، بس أنا ما راح أحط لأنهم ما يفضلون. والشاهي عادي أي نوع عندكم. بس حطيتها، خلني أحط زي علقتها كذا. يلا بسم الله. وبس كذا يكون جاهز. بس في شيء ودي أوريكم إياه أنا. لحظة، خليني أحط هذه بسبوسة مسويتها أختي، لذيذة جدا جدا. هذا كيف صح هذه بيد واحدة ما أقدر. لحظة خليني أدخل الجوال عشان شوفوا. بس يبي لها قهوة. أنا ما أقدر أكلها، يعني ما أكلت ولا شيء، فما أقدر أبدأ بسكريات. هذه هي كذا. وهذه مرة تهبل. هذه كيكة يعني ما أدري شلون أعلمكم كيكة، بس شوفوا من جوا كيف هشة وطرية ولذيذة مرة. للطلب إذا تبون تسوي لكم فاكتبوا في الكومنتات، يعني إن شاء الله تشوف وتسوي لكم شو اسمه فلوج أو شورت عادي، أي شيء. أهم شيء إنها تعلمكم، لا يفوتكم ولا واحدة فيهم، لا هذه ولا هذه، كل واحدة على اسم الثانية. رحت شربت موية عشان أقدر أكل واحدة. شوفون، بس لقمة واحدة وخلاص. يبيلها قهوة أصلا، هي ما تصلح لحالها. انتهى الوقت. على ايش ما ادري، بس انه انتهى يعني.
أنا كان عندي نفس هذا الدفتر، وقد صورت لكم في فلوقات قديمة. أبى أحط لكم واحدة من الفلوقات هنا، أتوقع إنه بيكون هنا، بيكون بعد ما تخلصون هذا الفيديو طبعا تروحون تشوفونه. الحين وراي ترخيص محاضرة، أول محاضرة من أول مادة. أنا هذا الترم أخذت 6 مواد، وإن شاء الله يا رب يكون خير. أنا خلاص تقريبا ما باقي شيء وأتخرج بإذن الله تعالى. لو إن شاء الله أخذت 6 مواد هذه، بعدها بيكون عندي كم مادة بس، إن شاء الله بتخرج إن شاء الله. خلاص أحس إني مرة طولت، لازم أتخرج. فأسأل الله أن يعين ويسدد ويبارك. يلا نروح للفقرة الثانية. بعد شوي عندي بإذن الله تسميع. أنا يعني يومي طبعا مراجعة مو حفظ. قد أراجع يوميا 4 أوجه، فأكون في الأسبوع أراجع جزء غيبا. طبعا هذا بيكون أفضل بكثير من إني أنقطع. يعني في الأسبوع جزء أحسن من لا شيء. طبعا أنا لي فترة طويلة وقفت، عشان كذا خليتها 4. فبإذن الله إذا خلصت الأجزاء اللي عندي بعدين إن شاء الله المرة الجاي بيكون مثلا في اليوم 5 أوجه أو 6 أو 7 أوجه، حسب الوقت اللي عندي، الفراغ اللي عندي. إذا ما عندي ولا شيء عادي مثلا يكون في اليوم جزء، في اليوم نص جزء. أهم شيء إن الواحد ما يوقف. يعني ما مو بالهدف إني أنا أختم كل شوي غيبا. أنا أتكلم غيبا، ما أتكلم عن الورد اليومي. مو الهدف إني بس آخذ صفحات وأمشي، لا، أهم شيء الإتقان، وأهم شيء إني ما أوقف، الاستمرار. هذول العنصرين جدا مهمة، الإتقان والاستمرار في أي مجال، سواء في القرآن، سواء في قراءة كتب، سواء في قراءة الأوراد، قراءة الأذكار. الاستمرار في مجال أنت تحبه، تصوير، مونتاج، هواية أنت تتقن وتحبه، كورشيه، أي شيء. بس